ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو بقالك فترة حاسة انك ضايعة، مش عارفة بتكتبي الحاجة فين ومحتاجة نوتس لكل حاجة في حياتك، ابسط الحاجات زي انك تغسلي وشك بقيتي محتاجة تنظمي لها وقت وبقت كل حاجة تقيلة عليكي. السؤال مش هنا هو انتي نسيتي ليه، السؤال انتي وصلتي لهنا ازاي. لو مهتمة كملي الفيديو لغاية الاخر ويلا نبدأ. حضري بقى المشروب بتاعك ويلا نبدأ. انا بقالي فترة كبيرة قوي بسأل نفسي انا ايه اللي وصلني لهنا. يعني انا بنسى انا كتبت ايه فين، وابسط الحاجات زي الروتين، ان انا مثلا اغسل وشي اسرح شعري بقيت حمل عليا تقيل، لازم اكتب في ورقة وقلم علشان الكلام ده يتعمل. الحقيقة ان الموضوع ده ما ظهرش معايا فجأة، دي كانت نتيجة تراكمات السعي المستمر. يعني احنا بنعيش في دوامة ان لازم نكون سوبر في كل حاجة. مثالية الأطفال مثلا، عندك أطفال صغيرين، موظفة وملتزمة، ست بيت وشاطرة. انا عايشه جوه المعاناه دي، فعايزه اساعدكم زي ما انا بحاول ان انا اساعد نفسي. هنبتدي الخطه كلها مع بعض وهنفكر مع بعض بصوت عالي. يعني انا بقالي فتره كبيره بسال نفسي انا ايه اللي وصلني للنقطه دي. ليه بقيت مثلا بنسى انا كتبت ايه. ابسط الحاجات في حياتي زي ان انا اعمل روتين لابني، او ان انا اغسل وشي، او ان انا اغسل شعري، بقيت حمل تقيل عليا، لازم اكتب كل حاجه في ورقه عشان الحاجه دي تتعمل. الحقيقة ان الموضوع برضو ما ظهرش معايا فجأة، ده كانت نتيجة تراكمات وحاجات انا كنت بأجلها، حتى زعل كنت بحاول ان انا أجله وابقى زعل بعدين، او السعي المستمر اللي احنا فيه. احنا دايما بنبقى عايزين نبقى احنا سوبر ماما في كل حاجة، ام مثالية لو عندك اطفال، موظفة ملتزمة جدا، ست بيت شاطرة جدا، زوجة ما فيهاش ولا غلطة. وفي وسط كل ده بننسى ان طاقة عقلنا ليها حدود، ولما الحدود دي بتتكسر اول حاجة بتقع هي التركيز. ان احنا دايما بنكون عايزين نهتم بالتفاصيل الصغيره اللي تخصنا كبشر. طيب، اول حاجه قابلتني هو ازاي اهالينا عرفوا يعملوا كده. يعني مثلا انا مامتي كانت بتشتغل وبتقدر توفق ما بين البيت والشغل والجواز كل حاجه. ليه الحاجات ما بقتش زي زمان يعني؟ مش كمان اهالينا، برضو ممكن نقول اجدادنا، ليه الموضوع بقى مختلف والموضوع بقى اصعب؟ بصوا، احنا عندنا تحديات كتير قوي. اول حاجه هي قله الدعم، واهم حاجه بالنسبه لي. يعني قلة الدعم مش معناها ان يكون في ناس حواليك كتير، ممكن فعلا يكون البيت مليان ناس كتير، بس انت لوحدك في المسؤولية الذهنية. انت المحرك لكل حاجة، فاكرة مواعيد الاكل، فاكرة مواعيد الغسيل، فاكرة مواعيد الشغل، تفاصيل ابنك. الضغط ده بيعمل علينا ارهاق مستمر. زي برضو ما اتكلمت معاكم قبل كده في موضوع ان زمان كان في حاجة اسمها قبائل، ان احنا كنا كلنا بنعيش في بيت واحد او في قبيلة واحدة. فانا ما خدتش بالي من ابني مثلا النهارده تعبانه، فانا عندي واحده تانية ممكن تساعدني في الاكل، واحده ممكن تاخد بالها من ابني، واحده ممكن تعمل تفاصيل تانية معينه. فكلنا بنساعد بعض. دلوقتي مبقاش في حد بيساعد التاني. كمان الرجاله مبقاش بيبقى عليها نفس الدور اللي موجود دلوقتي، وانتشر حاجات كتير قوي ان الراجل اخره بس انه يشتغل، وان هو مترتب له ال8 9 ساعات اللي بيشتغلهم بره، وانا بشتغل نفس عدد الساعات دي، لكن انا اللي المفروض اكمل مع ابني واكمل مع البيت، وفي الاخر ابقى زوجه جميله جدا في الاخر. طيب، عقلي ده بقى مضغوط، عندي ارهاق في ان انا عايزه اخد قرارات كتير. عقلي من كتر ما هو مشغول بمليون قرار ساعات بيعمل شت داون. انا بنسى كتير جدا، بعمل كوارث رهيبه، ما بعرفش اركز في حاجه. دايما شايفه ان حاجات بسيطه، يعني مثلا زي ان انا اشيل البوكيه دوت وارجعه مكانه، ان هي تقيله قوي على قلبي، مع اني انا كنت بقدر اعمل حاجات اكتر من كده كتير، واعمل الشقه وانزل الشغل واخد بالي من عيلي. ليه الدنيا بقت صعبه عليا دلوقتي؟ انا بلاقي نفسي بنسى انا حطيت الموبايل فين، كتبت المهام في انهي نوتس. قله الدعم دي بتحسسني ان انا كاني شايله جبل. خليني اقول لك بقى ان شكل الحمل ده بيبقى عامل ازاي. مش ان انا بطبخ، انا بفكر ان انا هطبخ ايه. مش ان ناقصني هدوم، انا ناقصني مثلا اعرف مين ناقصه ايه ومين كبر شويه فاللبس ده صغر عليه، اللبن هيخلص امتى، التطعيم مثلا بتاع الاولاد ميعاده امتى، واني مش عايزه انسى حاجه. اللبس اللي صغر عليه انا ممكن اعمل فيه ايه. طيب ليه ابني مثلا عصبي اليومين دول، ليه جوزي مثلا موده مش افضل حاجه. طيب هل كله كويس؟ لو ابني تعب مثلا فجأة اتصرف ازاي؟ عقلي مش بيبطل يقفل. كمان السوشيال ميديا بتوريني مثلا مشاكل كتير قوي، طب لو انا اتحطيت في المشكله دي هعمل ايه، لو حصل كذا انا هعمل ايه. كل الحاجات دي بتخلي عقلي مش راضي يفصل. حتى وانا نايمه وفي نص اليوم بصحى ان انا افكر، يعني انا نسيت اعمل حاجه. طب انا وانا مثلا قاعده بشرب النسكافيه بتاعي، مش بشربه، انا قاعده بفكر. المشكله ان محدش بيبقى شايف اللي احنا بنعمله ده كله، لان الشغل ده بيبقى جوه دماغنا اكتر من الحاجات الكتير اللي احنا بنعملها في مدار اليوم. يعني الشغل بتاعنا ده ملهوش صوت، ملهوش شكل، ملهوش تقدير. الناس اللي بتشوف البيت متروق بس محدش شايف اللي جوايا كانت متلخبط كله ازاي. الناس ممكن تشوف ان في طفل نظيف وهادي، بس محدش شايف كام مرة انا انهارت قبل ما اوصل للحظة دي. الحمل الذهني ده بيخلي الست دايما في حالة تأهب،
اللي هو زي حد كده ماسك انذار حريق طول اليوم، حتى لو ما فيش حريق هي مستعده ان هي تفضل ماسكاه علشان هيحصل حريق بعد شويه. واسوأ حاجه بتمر عليا ان انا اتعودت على ده، بقيت فاكره ان ده الطبيعي، فاكره ان الام لازم هي اللي تبقى شايله كل حاجه في دماغها، ولو نسيت حاجه ابقى مقصره واللي حواليا يلوموني، وان انا اسمح لهم حتى واديهم الفرصه ان هم يلوموني. مع ان الحقيقه مفيش دماغ تقدر تستحمل كل ده لوحدها يا جماعه. ان احنا مطلوب مننا نجري ونضحك ونعمل كل حاجه، وفي الاخر تطلع كل حاجه بيرفكت وعقلنا يفضل سليم. بالعكس ده موضوع هيوصلنا للاكتئاب، وان انت هيجيلك زهد من كل حاجه، ومبقتش ابسط الحاجات حتى ان هي تبتدي ان هي تبسطك. مهما حاولنا وسرشنا وعملنا حاجات كتير، ممكن الموضوع ينفع معانا يومين 3 اسبوع شهر بالكتير وتحس ان احنا رجعنا تاني. طيب ليه كل ده؟ كمان خدي بالك ان مش اصعب حاجه في الدنيا هو التعب نفسه الجسدي، لا، اصعب حاجه انك تكوني موجوده بس مش متشافه. يعني اوقات كتير جدا ابقى واقفه في المطبخ، ابني بيشد هدومي، تليفوني بيرن بعيد مش عارفه ان انا اروح اجيبه، الغساله بتصفر يلا بقى عشان تقومي تغسلي تنشري الهدوم. انا بحاول افتكر انا كنت داخله اعمل ايه، وفجاه بحس ان انا عايزه اختفي من المكان اللي انا قدامه. مش عشان انا مش بحب ولادي ولا بحب بيتي، لا يعني انا بحبهم جدا، بس عشان ما فيش حد شايف انا قد ايه تعبانه. تعالي مثلا تكلمي قولي ده انا تعبت النهارده، ايه ما ايه روقتي الشقه؟ طب انت بتروقيها كل يوم مثلا، نشرتي وغسلتي، وانت بتغسلي على ايدك، ما انت بتغسلي في غساله. فاهمه الكلام اللي بيتقال لنا ده؟ مفيش حد شايف قد ايه التعب اللي جوانا. الست مش محتاجه ان حد يشيل عنها كل حاجه، هي بس محتاجه ان حد يحسسها ان هي مش لوحدها. لما الدعم اللي حوالينا كله بيختفي، المسؤولية الذهنية كلها بتترمي عليك انت لوحدك، فبتبتدي تحسي ان انت غرقانة وسط الناس. قلة الدعم هي اللي بتخلي الست تفقد شغفها في كل حاجة. انا ما بقاش ليا نفس ان انا حتى ان انا ابص لشكلي، ان انا اهتم بحاجات كتير. يعني ممكن اخلص اليوم بتاعي ااكلهم واشربهم واظبط المواعين واظبط الشقه والم الالعاب واعمل كل حاجه، وخلصنا مذاكره وخلصنا كل حاجه، يتفضل الحته بتاعتي انا بقى مثلا عايزه اخد شاور، عايزه اعمل ماسكه لوشي، اقول لا 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 خليها بكره. ليه بعمل كده مع ان هم محدش فيهم بيقول لنفسه مثلا لا انا خلي نفسي انا اخر حاجه مثلا خليها هي الاول، لا. ولو حد عمل معاكي الموقف ده مره، بحس ان الدعم ما بقاش مستمر معايا المره التانية والتالتة والرابعه. اوقات لما بلاقيش الكلمه الحلوه او ايد تطبطب عليا، عقلي يبتدي يهرب بقى لخيالات تانية عشان يعرف ينام. اقدر مثلا ان انا اتخيل واقع تاني غير اللي انا عايشه فيه، اهرب بقى واقع ان انا خلصت كل اللي ورايا، وان اللي حواليا بيدعموني جدا ومقدرين كل حاجه انا بعملها، كل حاجه بتبقى حواليا صح، لان مفيش كل الضغط اللي انا ببقى فيه ده. يمكن الحاجه الوحيده على فكره اللي بتخليني اقدر انام. ومش عارفه انا المرحله دي واصله لفين اللي بعد كده، بس انا بحاول ان انا اخرج بره اللي انا فيه، مش عايز استسلم. يجيلك مثلا حد يقولك انت ليه ما بقيتيش مهتمه بنفسك؟ الاجابه ببساطه ان مفيش طاقه فاضله ان انا اهتم بنفسي. يعني بكون مستنزفه عاطفيا، مستنزفه ذهنيا. فكره ان انا اسرح شعري بتبان قدام عيني على انها جبل، انا محتاجه اهد كل اللي حواليا. انتوا متخيلين؟ الاهمال في النفس ده مش كسل، ده واحد قدامك بيحترق، واحد خلاص جاب اخره لدرجه ان هو حتى مش قادر ان هو يشوف نفسه. ده صوت كده بيقول لي ان خزان الحب لنفسي بقى صفر، لاني وزعت كل اللي عندي على كل اللي حواليا، فحتى ما سبتش فتات لنفسي. اللي حصل فيا ان انا بقيت عامله زي الروبوت، بصحى افطر وانزل الشغل، اودي حضانه، اودي مدرسه، ارجع اروق اطبخ انيم اجهز، اعمل كل الحاجات دي، وفي حلقه مفرغه انا النتيجه ان انا انفصلت عن نفسي. ما بقيتش شايفه نفسي في المرايه، بقيت شايفه واحده عامله زي مكنه المهمات. لما تلاقي نفسك بتكتبي مثلا في النوتس ان انت خدي بالك انك تفتكري، يعني مثلا لو حد قال لك اكتبي كل اللي انت عايزه تعمليه، انا نزلت فيديو للاسف شيلته لان كان حزين جدا، ان انا وصلت بيا ان انا كنت كاتبه ان انا المفروض اغسل وشي، ما انساش ان انا اغسل الغسيل. ده معناه ان انا فقدت الاتصال بابسط حقوق، وهي حقوقي انا على نفسي. ده مش دلع، ده انذار حريق من جهازك العصبي بيقولك ان كفايه وانك مش قادره تلحقي على كل الحاجات اللي حواليكي دي. بس السؤال المهم، وده نهايه القصه دي كلها، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي يخليني اعرف ارجع تاني؟ ايه اللي يعرف يخليني اعرف ارجع اكمل وانا حتى مش مستنيه الدعم من الناس اللي حواليا؟ هنفضل كده؟ لا. الخطوات بقى اللي انا ابتديت اخدها وهتساعدني، ويا رب تساعدكم انتوا كمان، ان انا قعدت مع نفسي واعترفت بالضعف اللي انا فيه. يعني اول خطوه قلتها ان انا مش قادره، وان انا مش قابله ده، وان انا مش لازم اكون كل يوم سوبر. طالما ان اللي حواليا حتى مش مقدرين اللي انا بعمله، فانا هعمل اللي المفروض يتعمل بمزاجي وفي الوقت اللي انا شايفاه. انا مش كل يوم هعمل الشقه، مش كل يوم هعمل كذا. خصصت وقت لنفسي، يوم واحد في الاسبوع انا شايفه مثلا ده اليوم اللي ببقى اكون مثلا في حريتي. شوفي مثلا انت بتحتاج اليوم اللي جوزك بيبقى موجود فيه بدري، او اليوم اللي جوزك بيبقى مثلا هيتاخر فيه فتعرفي تاخدي راحتك. شوفي اللي بيبقى مناسبك، اختاري يوم واحد في الاسبوع بتاعك انت،
على الاقل ساعه ليكي لنفسك. ولادك مثلا هم في الحضانه او هم في المدرسه، بدل ما يجوا بقى ويلاقوا الشقه السوبر والاكل ومش عارف ايه، تقدري في يوم واحد بس في الاسبوع انك تعملي اكل بسيط جدا او اكل يكفي اليومين، والوقت اللي انت كنت هتطبخي فيه ده اهتمي بيه في نفسك. ما تقعديش تقولي انا هفصل. انا كنت بعمل كده كتير قوي، ان انا اقعد مثلا امسك التليفون واقول لا ده انا هفصل خالص دلوقتي واشرب كوبايه النسكافيه بتاعتي ومش هعمل ايه ومش هفكر في اي حاجه. ده كان غلطه كبيره قوي مني. من حقنا ان احنا نفصل، لكن لازم نقعد مع نفسنا ونواجه نفسنا بالصراحه. انا فضلت ااجل كتير واقعد ابقى مكتئبه كتير قوي واقول لا 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 مش مشكله ابقى افكر بكره. اقعدي يا بنتي تتفرجي على اي حاجه دلوقتي مثلا في الفيسبوك ولا مش عارف ايه، والوقت بيعدي وعدى عليا سنين وانا حاسه ان خلاص ابتديت انهار، ومره واحده كنت انفجرت. فانا مش عايزه اوصل تاني لنفس المرحله اللي كنت فيها. فلو لقيت وقت لنفسي انا هقعد اشوف اسمع نفسي من جوه. كنت في الاول بعمل كده وبعد كده بطلت، ما اعرفش ايه السبب، بس هرجع تاني ان انا اشوف نفسي، افكر انا دلوقتي حاسه بايه. حاسه ان انا مرهقه مثلا، ظهري وجعني، جسمي مش عارف عامل كذا، مثلا في حبايتين في وشي مش عاجبني، ابسط حاجات لاصعب حاجات في حياتك. شوفي كل حاجه وحاولي تعالجيها. يعني مثلا تعبانه، شوفي انت تعبانه في ايه، جسديا ولا نفسيا، ازاي تطوري نفسك في الحته دي، ازاي تظبطي الحكايه دي. ما تقعديش تهربي من المشاكل، لان هيجيلك وقت يا عيني وهتنفجري جدا. تاني حاجه ان انا قلت ان انا هلغي القوائم الطويله اللي كنت بعملها لنفسي. يعني المفروض النهارده اعمل 1 2 3، وكنت اوصل للنص احس ان انا مش هكمل او فقدت حاجتين ما قدرتش اعملهم، كنت بنهار حرفيا وما بكملش بقيه اليوم بتاعي. فلا، انا مش هعمل القائمه الطويله دي اللي انا كنت بعملها. انا هعمل قائمه فيها 3 حاجات اساسيه المفروض ان انا اعملهم النهارده. يعني مثلا حاجات مهمه لبيتي، حاجات مهمه مثلا ليا انا، هشوف 3 حاجات مهمين جدا وهعملهم. واي حاجه تانية هعملها اضافيه فانا هعتبر ان الحاجات دي مكسب، مش ان انا كانت حاجه المفروض عليا ان انا اعملها وخلاص. هطلب المساعده، مش هستنى حد يقول لي ايه ده انت محتاجه ان انا اساعدك ولا لا، او اقول بص بص شايفني تعبانه ازاي وما بيقومش يساعدني، بص الواد رمى الاكل في الارض ومش عارف ايه، شايف مش شايف مامته تعبانه. انا مش هعمل كده. مش هستنى حد من العيال يعمل الغلطه واقول له بقول لك ايه انت مش شايف مامته تعبانه، اقول بص والله الواد مش حاسس بمامته، انا لسه مروقه الارض دي مش هعمل كده. وهحط قوانين ان اللي بوظ حاجه يعملها. انا اوريدي حاطه قوانين بس هبتدي اصعبها على مناسب يكون يعني للسن بتاعهم ان هم يقوموا يعملوه. على الاقل ان هم ما يوسخوش حواليهم، ان مثلا اللي كان حاجه يحط الاطباق حتى فوق بعضيها لو في اطفال صغير مش هتعرف تروح تحط الحاجه مكانها. ده اللي انا هعمله. مش هبتدي بعد كده اقول ايه ده بص بقى مش حاسه، لا هطلب المساعده وهطلبها بشكل ملح كمان لغايه ما الحاجه اللي قدامي دي تحصل. انا مش هبقى راجل وست في البيت بعد كده. برضو قررت ان انا هسكت ولو 10 دقايق بس في اليوم. هيكون ما معيش موبايل من غير اطفالي، ومن غير ما اكون بقعد بفكر في تفاصيل او ان انا افكر في بكره. هخلي وقت 10 دقايق من غير اي حاجه خالص. مفيش حاجه اسمها ان انا افصل واجيب تليفون واقعد اتفرج عليه، لا. هفصل لنفسي تماما. زي ما قلت لكم ان انا هقعد احس، اسمع على الاقل انا حاسه بايه، واقول والله انا حاسه بواحد اتنين تلاته، المفروض ان انا اشتغل على الجزء دوت، انا نفسيتي ما بقيش احسن في الموضوع دوت، هعمل كده. بصوا انا حبيت ان انا اوريكم ده عملي، مش علشان ان انا اشتكي لكم، مش علشان اقول لكم ان انتوا بس اللي بتنسوا، لا كلنا بننسى. كلنا بننسى اصلا احنا كتبنا النوتس بتاعتنا فين. فانتي مش لوحدك، احنا بنحاول نكون احسن، بس الاهم ان احنا نكون احن على نفسنا اكتر من كده. انا كنت بجلد نفسي وده كان اكتر حاجه واخده من ذهني. لا انا مش هجلد نفسي، انا فعلا شايله مسؤوليه كبيره جدا، شايله مسؤوليه كبيره قوي ومعترفه بده. حتى لو كنت بقول في الاول لا دي حاجه صغننه او حاجه بسيطه، فهي مش حاجه بسيطه خالص. انا شايله كتير جدا. كفايه الحمل، كفايه الولاده، كفايه الاطفال، كفايه كل الكلام ده كله. بس الاهم ان احنا نكون شايفين مشكلتنا. الدنيا مش دايما هتظبط معانا، ده طبعا ده العادي. المهم ان احنا لما نقع نعرف نقوم تاني بالراحه، ونعرف نقط القوه والضعف بتاعتنا فين، من غير ما نجلد نفسنا تاني. واستنيني الفيديو الجاي لاني هقولك كل المراحل اللي هنقدر نمشي عليها، وكل حاجه هتنجح معاكي بنسبه قد ايه، وايه اللي هيوقعك وهيخليكي ما تكمليش، ازاي تطلبي الدعم من كل الناس اللي حواليكي، ازاي تعرفي تستمري في كل اللي احنا بنتكلم فيه، ازاي تعرفي تشوفي نفسك، تهتمي نفسك حتى لو ما عندكيش قدره ماديه، حتى لو ما عندكيش وقت خالص، ازاي في ساعه واحده بس في الاسبوع تقدري تخلصي كل حاجه عليكي، ازاي تعرفي تنظمي بيتك وتمشيه بالساعه اللي انت تختاريها مش اللي هم يختاروها. كل الكلام ده علمي، كل الحاجات دي انا سرشت عنها، هحاول ان انا اساعدكم بيها كلها. كلنا هنوصل لنفس الحاجه اللي عاوزين نوصل لها، وهو ان احنا نكون اهدى واحن على نفسنا. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوفي كل الفيديوز الجديده اللي هننزلها. واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.